النهاردة معانا فكرة قوية جدا. مقولة لعبد الرحمن حسنين بتقول: قبل ما الناس تشتري منك لازم يثقوا فيك. وقبل ما يثقوا فيك لازم يشوفوك. بالظبط. الكلام ده من مهندس اتصالات ومدير تقنية معلومات ومنشئ محتوى. المصادر اللي معانا بتركز قوي على إن الشخص نفسه يعني هو الأساس. هو المحور. خلينا نفكك الموضوع ده أكتر النهاردة ونشوف إزاي ده بيحصل فعلا. تمام. الفكرة دي زي ما المصادر موضحة، يعني لخصت حاجات كتير، إن الناس بتشتريك أنت قبل ما تشتري شغلك. الله، الجملة دي لوحدها حكاية. فعلا. الثقة والمصداقية دلوقتي بيجوا الأول قبل المنتج نفسه أو حتى الخدمة. الناس بتدور على الرابط الإنساني ده. طب ليه؟ يعني ليه دلوقتي بالذات النقطة دي بقت مهمة قوي كده؟ كتر منافسة ولا إيه السبب؟ أعتقد ده. يعني بصي، الدنيا زحمة أونلاين، اختيارات كتير جدا، فالواحد بيميل لمين؟ للي حاسس معاه بارتياح بصدق. حد يثق فيه. بالظبط، حد يثق فيه ويحس إنه فاهمه. كمان الشاشات دي بطبيعتها بتعمل مسافة، فلازم مجهود عشان تقرب المسافة دي وتظهر كإنسان حقيقي. تمام قوي. طيب لو حد عايز يبني الهوية دي صح، يبدأ منين؟ يعني إيه هوية رقمية حقيقية زي ما المصادر بتقول؟ بصي، الهوية الحقيقية دي مش معناها خالص إن الواحد يحكي كل تفاصيل حياته الشخصية أونلاين. لا، مش ده المقصود. إطلاقاً. المقصود إن الصورة اللي بتقدمها للناس يعني تكون متسقة مع قيمك، مع خبرتك الحقيقية. يبقى في مصداقية، اللي بتقوله هو اللي بتعمله فعلاً. يعني ما نبقاش بنمثل أو بنبالغ؟ تماماً. الأهم نتجنب المبالغة أو إننا نرسم صورة مش واقعية. الناس بتلقط ده بسرعة على فكرة. أكيد. طيب المصادر ذكرت أدوات ممكن تساعد بشكل عملي، حاجات نستخدمها يعني. طبعاً. ذكروا أدوات زي كانفا مثلاً، بس مش عشان نعمل لوجو شكله حلو وخلاص. لا أكيد أعمق من كده. بالظبط. الفكرة إن كانفا بيساعدك توحد الهوية البصرية بتاعتك، الألوان، الخطوط، ستايل التصميمات، يبقى كله ماشي مع بعضه في كل حتة. هيبقى فيه إحساس بالاحترافية والثبات. بالظبط. ده بيعزز الإحساس بالاتساق والمصداقية اللي كنا بنتكلم عليها. نقطة مهمة دي. طيب وأدوات تانية زي نوشن أو تريلو لتنظيم المحتوى وكده، إزاي دي بتخدم بناء الهوية؟ الأدوات دي بقى بتساعد في التخطيط. يعني المصادر بتقول نستخدمها عشان ننظم أفكار المحتوى، نعمل جدول للنشر. عشان ما نبقاش بننشر أي حاجة في أي وقت. تمام. عشان نوازن بين المحتوى اللي بيظهر خبرتنا، يعني المقالات والشغل التقني مثلا، وبين المحتوى اللي بيكشف حتة من شخصيتنا، آرائنا، يمكن تجارب بسيطة. فبتطلع صورة متكاملة كده وإنسانية أكتر. جميل. وده يودينا بقى للمنصات نفسها. المصادر جابت سيرة لينكد إن وكمان تيك توك، ودول يعني مختلفين جدا عن بعض. جدا. وهنا بقى بتيجي أهمية التخطيط برضو. المصادر بتوضح إن كل منصة ليها دور. لينكد إن ده المكان المثالي طبعا عشان تبرزي خبرتك المهنية، إنجازاتك، بشكل رسمي وموثق. ده بيبني المصداقية والاحترافية. أوكي. وتيك توك؟ الفكرة إنك تختاري إيه اللي عايزة تظهريه على كل منصة بما يتناسب مع طبيعة المنصة دي ومع الهوية الكلية اللي انت بتبنيها. الموضوع أشبه بإدارة الظهور. يعني في الآخر كل الأدوات دي والمنصات بتخدم نفس الهدف الأكبر، اللي هو بناء علاقة أساسها الثقة من خلال الظهور الصح ده. بالظبط. الأدوات دي مجرد مساعد، لكن الأصل هو المبدأ اللي بدأنا بيه والمصادر أكدته: الناس بتشتريك أنت الأول. الثقة دي والمصداقية هي الأساس لأي تعامل ناجح بعد كده. يبقى خلاصة الكلام اللي استخلصناه من المصادر دي إن بناء الثقة والظهور بشكل أصيل ومدروس بقى مفتاح أساسي، مش بس للبيع والشغل لكن لأي تفاعل حقيقي في العالم الرقمي ده. 100%. والمصادر كمان بتقدم خطوة عملية للي عايز يبدأ فعلا. بتقول ممكن تتواصلوا مباشرة مع محمد عبد الرحمن حسنين على واتساب باستخدام كلمة براند قوي على الرقم اللي موجود في المصدر الأصلي، عشان يساعد في بناء علامة تجارية شخصية صح. وقبل ما نختم يمكن نسيب سؤال كده للتفكير: هل فكرة بناء الثقة والظهور دي بقت مهمة بس في سياق البيزنس، ولا دي خلاص بقت ضرورة في أي علاقة وأي تفاعل بنبنيه في حياتنا الرقمية عموماً؟ نقطة تستحق نتعمل فيها.